بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا نهضة أمة. هي نهضة لننهض بشبابنا، بفتياتنا، بمجتمعاتنا من الضياع الذي تمر به أمتنا. فلا يمكن لأي أمة إسلامية أن تنهض إلا انطلاقا من العودة الصحيحة للإسلام، وهذا ما نهدف إليه في برنامجنا. فسنبدأ اليوم مع موضوع من أهم موضوعات الدين، ألا وهو الإخلاص. فالله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الجوارح تنصاع لأمر الله عز وجل، والإخلاص في القلب، وما لم يكن الإخلاص في القلب فلا قيمة لعمل الجوارح. فالدين كله إخلاص، وإن لم يكن إخلاصا كان رياء، فلا قيمة لكل العمل الذي يقوم به الإنسان. فالعمل الحسن الذي يقبله الله عز وجل وما كان خالصا وصوابا. خالصا أي ما ابتغي به وجه الله عز وجل، وصوابا أي ما وافق به السنة. العمل الخالص الذي لا يوافق السنة لا يقبله الله، وكذلك العمل الذي يوافق السنة وليس خالصا لا يقبله الله. لذلك كان الإخلاص ومطابقة السنة شرطان لا ينفع أحدهما من دون الآخر. فمن كان يرجو لقاء ربه، للقي الله عز وجل هناك شرطان. الشرط الأول: فليعمل عملا صالحا، والثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا ملك الإنسان بيتا غالي الثمن وباعه بأغلى وأثمن الأسعار وهو يحلم بأحلام لا تنتهي، ثم اكتشف أن العملة التي كانت ثمنا للبيت هي عملة مزورة، أي أن قيمتها صفرة لا تساوي شيء. كذلك كل إنسان يبتغي في الدين غير الله عز وجل سوف يصاب بهذه الخيبة. فأهم شيء في حياة المؤمن هو أن يتفحص قلبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك إن كنت طالبا أو طبيبا أو مهندسا ناجحا أو شيخا داعيا، احرص على أن تتفحص قلبك. القلب هو السر ومفتاح الوصول إلى مرضاة الله عز وجل. قال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس والرياء. فكان هناك ملك من الملوك العظماء أراد أن يبني مسجدا، ومنع من أن يشاركه أي شخص في بناء هذا المسجد كي لا يشاركه أحد في الثواب. فعندما انتهوا من بنائه كتب عليه: هذا مسجد فلان ابن فلان بناه على نفقته الخاصة. في ليلة من الليالي رأى بأنه نزل ملك من السماء ومحى اسمه عن اللوحة وكتب اسم امرأة، فاستيقظ مرتعبا، فأرسل الحراس ليطمئنوا على المسجد. فعندما عادوا قالوا بأن المسجد لا يزال على حاله، وبأن اسمه لا يزال مكتوبا. في الليلة الثانية أتاه المنام نفسه، فأرسل الحراس مرة أخرى، وعندما عادوا كانت النتيجة كسابقتها. فأتاه المنام مرة ثالثة، فحفظ اسم هذه المرأة، فأرسل في طلبها. فعندما أتى بها الحراس
فقالت: ماذا فعلت كي تقبض علي؟ فقال: ماذا قدمت إلى المسجد؟ فقالت: والله ما قدمت شيئا وقد منعت، وأنا عجوز لا طاقة لي ولا قوة، فماذا أقدم؟ فقال: ماذا قدمت؟ قالت: والله ما قدمت شيئا. فقال: تذكري ماذا فعلت؟ فقالت: مررت بجانب المسجد يوما ورأيت أحد الخيول مربوط بجانب المسجد وهو يكاد يموت من العطش، فقدمت إليه دلو من الماء فشرب وذهب. فقال: أنت والله قدمت ذلك لله عز وجل، وأنا فعلت كل هذا لغير الله، تقبله الله منك ولم يتقبله مني. فهي مع صغر عملها عندما وضع هذا العمل مع الإخلاص نفع هذا العمل ورفع، فعمل قليل مع الإخلاص خير من أعمال كالجبال